ازيكم؟ تعالوا بينا النهاردة هنعمل ألذ وأطعم عصير بجد تحفة جدا، يعني حاجة كده طبيعية وطعمها روعة جدا. هنعمل النهاردة عصير التوت بالفراولة، بجد يعني حرفيا كان طعمه حلو جدا، جربوه ان شاء الله يعجبكم. معاكم اسماء، لو اول مرة تشوفيني انزلي تحت واعملي لايك واشتركي في القناة. عندي هنا كوبايتين من التوت الاحمر او الاسود الشامي، هتلاقوا في الموسم بتاعه دلوقتي. بعد كده هنا عندي كوباية من الفراولة اللي فرزناها في الفريزر، وعندي هنا كوباية من السكر، طبعا السكر على حسب الرغبة، حابة تقللي كمية السكر براحتك. هنجيب هنا الكبة او الخلاط، وهنحط التوت بتاعنا بعد طبعا ما غسلناه، وهنحط عليه الفراولة. بعد كده هنحط السكر، وبعد كده طبعا هننزل عليهم بلتر من المية تكون ساقعة معاكي، وهنضربهم كده كويس لحد طبعا ما التوت والفراولة الخليط ينعم معاكي كده كويس، والسكر يدوب معاكي. تضربي لحد ما تنعم معاكي كويس كده، خلاص جهزت معانا. بعد كده هنجيب هنا بولة، وهنجيب مصفى تكون ضيقة معاكي اهم حاجة، وهتصفي العصير التوت بتاعك، هنصفيه كده كويس. هتجيبي معلقة طبعا وتصفي العصير بتاعك كده كويس. بعد ما صفيناه حطيناه كده في شفشة، وهنحطه طبعا في الازازة، وهنحطه في الكوباية هنا. طبعا تحطي طبعا تلج، وهتصبي طبعا عصير التوت. بجد يا جماعة طعمه تحفة جدا، جربوه. الفراولة عاملة ميكس حلو جدا ما بين التوت والفراولة، طعمه خيالي جدا، جربوه ان شاء الله يعجبكم. وكده خلاص الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا وعجبكم. ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة، وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك وكمان الانستجرام والتيك توك وكواي باسم اسماء ابو الخير. اشوفكم على خير، يلا باي.